السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعة إليك مباشرة عشان صحتك بتهمني، وبحاول بقدر الإمكان أخليك تبعد عن الكيماويات وعن المواد الضارة. الطبيعة مليانة كنوز والله العظيم. الخضرة مليانة كنوز. اللي معانا النهاردة ده سبحان الله كنز عظيم جدا لصحتك وصحة أولادك. النبات ده اللي قدامك اسمه الفجل الأبيض. طبعا دي أوراق الفجل اللي انت شايفها شكلها الجميل ده اهو. الفجل ده من النباتات اللي بتتزرع في أكتر من موسم، يعني دايما هتلاقيه في الأسواق. ورغم ان هو كتير في الأسواق لكن في ناس كتير جدا متعرفش القيمة الغذائية بتاعته والفوائد بتاعته. زي الكرفس، زي بعض النباتات زي البروكلي والكرفس والفجل الأبيض ده خليهم دايما في طبق السلطة بتاعك. الكرفس والفجل الأبيض أو الفجل الأحمر والبروكلي خليهم دايما في طبق السلطة بتاعتك. النهاردة أنا هكلمك عن واحدة منهم اللي هو الفجل. نبات الفجل. نبات الفجل ده من النباتات زي ما احنا قلنا بتتزرع في أكتر من موسم. طيب الفوائد بتاعته إيه؟ أول شيء، طول ما أنت هتاكل أكلة فيها بروتين عالي خلي طبق السلطة فيه كمية من الفجل سواء بأوراقه، والأفضل منه الجذور بتاعته دي. الجذور دي غنية جدا جدا بفيتامين سي، فيها نسبة كالسيوم عالية جدا، فيها نسبة بوتاسيوم عالية جدا. وبما ان البوتاسيوم والكالسيوم اشياء ضرورية لصحة العظام، فعشان كده انا بقول لك خلي الفجل الابيض ده دايما في طبق السلطة بتاعك، وخاصة الجذور الجميلة ديت. طبعا انا شلتها من الزرع مباشرة وبعمل لك الفيديو بتاعها. طيب ايه فائدتها؟ بتعمل على تقوية العظام. طيب سبحان الله اكتشف العلماء ان الجذور ديت الفجل مليانة مواد معدنية ومركبات بتعمل على مساعدة الكبد على طرد السموم اللي في الجسم. ولذلك لما تاكل طبق سلطة كده ما شاء الله عفوا يحتوي على قطعة كبيرة من أو كثيرة من الفجل الأبيض، ده بيساعد الكبد على طرد السموم، وبيساعد أيضا الكليتين على طرد السموم. الفجل الأبيض ده من فوائده أيضا بيعمل إيه؟ بيساعد على تليين عضلات الجهاز الهضمي. وعارف يعني إيه تليين عضلات الجهاز الهضمي؟ فكر فيها كده بالراحة. معناه ان في سهولة في الهضم، ان في سهولة في عملية امتصاص الطعام، وبالتالي مش هيحصل انتفاخات، وبالتالي الناس اللي تعبانة من فكرة القولون والدنيا مش مظبوطة معاها، الفجل ده بيعمل على ليونة عضلات الجهاز الهضمي. طيب ازاي انا استخدمه في مبشرة في البيت. حضرتك تبشره عادي زي الجزر وتحطه في السلطة. في ناس بتاكله على كده، تغسله غسل جيد جدا بالماء وتبدأ تاكله على كده. ده بيساعد على سهولة الهضم. نفس الكلام بيؤدي الى تنقية البشرة بتاعت الانسان. ممكن تعمله كعصير، بس العصير ده هتحط معاه كذا حاجة. تحط معاه جزر، وتحط معاه ليمون، وتحط معاه أي فاكهة. التلاتة تخلطهم مع بعض في الخلاط وتبدأ تشربهم. ده الجرجير.
الفجل الابيض، ادي اوراقه الجميله خالص. الاوراق دي زي ما احنا قلنا ايضا ليها فوائد كبيره جدا، وخاصه لما تاكل اكله فيها بروتين كتير. بما ان البروتينات، وخاصه الناس اللي بتعاني من عسر الهضم، بتاكل عدس، بتاكل لحوم، بتاكل اي بروتين، وخاصه البروتينات الحيوانيه اللي بتسبب لك انتفاخ وتسبب لك يعني تقول لك انا نفسي مكتوم ومش قادر اتنفس وحاسس بطني ما شاء الله هيحصل كذا وكذا وكذا، لا انا بقول لك خلي طبق السلطه في الاوراق الخضراء ديت تقطعها، او الجذور دي اللي احنا شفناها وشكلها جميل جدا برضو تستخدمها. كل ده هيساعد على ان الجسم يتخلص من السموم تلقائيا. في الحالة دي انت مش محتاج تاخد اي مواد اخرى وتجري على ما اعرفش مين ويوصف لك روشتة فيها ما اعرفش ايه وايه وايه وايه. كل حاجة في الطبيعة موجودة. فارجو من حضراتكم الاهتمام بصحتكم، ارجو من حضراتكم الاهتمام بصحتكم. دي نباتات موجودة، اذا وجدت هذا النبات موجود في الاسواق او حد عندك في البيئة الزراعية زرعه، خليها عادة عندك انك كل يوم او كل يومين تعمل طبق السلطة ده الذي يحتوي على الفجل الابيض. تاني، الفجل الابيض ده مهم جدا لصحة الكبد، مهم جدا لصحة العظام، مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي بالكامل. مش هيسبب لك، مش هتحس بعد كده بأي مشكلات اضطراب في الهضم، مش هتحس بانتفاخات، لن تشعر بأي آلام طالما التزمت وخليت الأكلة دي موجودة معاك في طبق السلطة. ديت مليانة ألياف، والألياف مهمة جدا في مساعدة الجسم على امتصاص الطعام والاستفادة منه في الجسم. عشان كده اهو جبت لكم الفيديو ده النهارده، يا رب ينفعكم ويا رب تستفيدوا مني ويا رب تاخدوا بالنصيحة. انا بنشر فيديوهات خاصة بصحتكم، كونك انك انت بتشوف الفيديو مش عايز تشاركه بارك الله فيك، شاركت الفيديو انعم الله عليك بالصحة والعافية. اذا اعجبكم الفيديو فارجو لا تبخلوا علي بنشره وكتابة تعليق نستفيد. ربما حد يقول لي معلومة انا ما اعرفهاش، ابدأ اتكلم عنه الموضوع ده مرة تانية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعفى عنا وعنكم الله سبحانه وتعالى من كل سوء.